قلت لك المشرق في الجانب الاقتصادي آخر، ولكن في الجانب السيارات ممكن أننا نفتحوا بعلاقاتنا الاقتصادية الاستثمارية السوق في إفريقيا ما تقوليش ممكن سبقونا المغاربة لهذا الشيء، سبقونا لأنه جو قبلنا، ولكن اليوم احنا رانا في البداية، رانا رايحين المغرب تصدر 5 ملاير أني معك 5 ملاير دولار سنويا من قطع الغيار. أني معك. تونس تتصدر مليار دولار من قطع الغيار. احنا دوكا نجو حنا في اخر رانا في البداية، رانا في بداية ولطول البداية، ولكن يا سيد خليفة البداية لازم تكون على اسس صحيحة. علاش دول الجوار في البداية كانت تفاوضهم تفاوض وعقودهم عقود ونقاشهم نقاش، وشوف الفوائد اللي راهم يجيبوها لبلادهم الاقتصاديه. نعم. علاش حنا ما نعملوش هكذاك؟ نعم اكيد ان لازم نعملوا افضل، لازم اننا نعملوا افضل، ولكن متى نعمل تخلق مناصب شغل. ولكن هذه المصانع هي موجهه للانتاج المحلي، وبالتالي اي فائده اقتصاديه مرجوه منها لن تكون مثلا مثل بعض دول الجوار. نشوفوا المغرب اللي هي عندها رونو تصدر السيارات لدول العالم. هذا الشيء اللي خلاها حقيقه هذه المصانع تعود عليها بارباح كبيره من الاقتصاد. اكيد احنا هذه المصانع طيب احنا علاش ما كانوش العقود نتاعنا في الجزائر من الاول بهذه الطريقه؟ هي البدايه، لما نديروا بدايه لكل حاجه فيها عثرات وفيها ايجابيات، ومن بعد بمرور الوقت اننا اثبتنا اننا حققنا نتائج ايجابيه، بالرغم اننا صححنا ما يمكن تصحيحه في هذا المسار. ولكن علاش من الاول ما ناخذوش الطريقه الصح، خاصه انه سبقونا دول اخرى بذلك؟ الطريق الصح اننا خلقنا هذه المؤسسات، هذا هو الطريق الصح.